وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قل لهم قد مات عمر. نجح عمر بن الخطاب في 10 سنوات وهي مدة خلافته في إنه يأسس أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ، وكما كان رائعا في حياته كان رائعا في مماته. كان يقيم العدل على نفسه قبل غيره، ويسهر طول الليل في البرد الشديد، يخاف أن يسأله الله يوم القيامة عن بغلة تعثرت في العراق لم يمهد لها عمر الطريق. حرص الخليفة عمر أن تكون عاصمة الخلافة هي المدينة المنورة لما لها من شرف عظيم، فهي التي شرفها الله بجثمان النبي صلى الله عليه وسلم وبشهداء معارك المسلمين من المهاجرين والأنصار، ونزل بها أكثر من نصف الوحي. كان عمر يدعو الله ويقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. قتل عمر بن الخطاب في صلاة الفجر على يد رجل مجوسي اسمه أبو لؤلؤ المجوسي، وهو أحد العبيد المملوكين للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكان أبو لؤلؤ المجوسي حاقدا على المسلمين لسقوط الإمبراطورية الفارسية العظمى على يد المسلمين. قتله ذلك الخائن بخنجره المسموم، وكان لموت عمر صدمة وفاجعة لكل الصحابة رضوان الله عليهم، وكان لموته قصة مؤثرة سنحكيها لكم اليوم. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. فاروق الأمة الإسلامية الذي فرق به الله بين الحق والباطل، الرجل العادل الذي لا يخشى فيه لومة لائم، قتله أبو لؤلؤ المجوسي سنة 23 للهجرة، ذلك الكافر الذي تتخذه الشيعة قدوة ومثالا ويحتفلون بذكرى مقتل أمير المؤمنين وكأنه عيد. وقبل أن نحكي تفاصيل مقتل عمر لابد أن نحكي الأمور التي دفعت أبو لؤلؤ المجوسي لقتل عمر. كان عمر رضي الله عنه يعلم أنه سيموت شهيدا، ويدل ذلك على ما رواه البخاري في صحيحه. قال قتادة: حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وبذلك كان عمر يعلم أنه سيموت شهيدا. ولما بلغ عمر بن الخطاب 62 عاما حج آخر حجة له، ووقف بعرفة وقال: يا رب إنه قد كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت أمتي، اللهم إني أسألك أن تقبضني غير مضيع ولا مفرط. ولما رجع إلى المدينة بعد أداء فريضة الحج رأى رؤية في منامه، فقال: يا أيها الناس إني رأيت في المنام أن ناديك نقرني على وجهي نقرتين. قالوا: بما أولت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أولته بشهادتي وإني سأموت. قالوا: ومن يقتلك؟ قال: الله أعلم. ثم صعد على المنبر وقال: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. ثم نادى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو أمين سر النبي، والذي كان أبلغه النبي بالمنافقين في ذلك الوقت، فقال له عمر: يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: والله ما عدك رسول الله من المنافقين. ثم قال: يا حذيفة، حدثنا عن الفتنة. فقال حذيفة: ما شأنك والفتنة؟ فإنك تموت قبلها. ثم حدثه حذيفة عن فتنة الرجل وأهل بيته، فقال: ما عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موجا. فقال: يا أمير المؤمنين، ما شأنك بها؟ إنك تموت قبلها وإن بابها لا يكسر. فقال عمر: يكسر أم يفتح؟ فقال: بل يكسر. فقال بعضهم: إن الفتنة تفتح علينا بموت عمر، وإذا كسر الباب فإنه لا يغلق أبدا. هنا بدأ عمر رضي الله عنه بإخراج كل مجوسي أو نصاري أو أي ديانة غير ديانة الإسلام من الجزيرة العربية. وكان للصحابة جواري وعبيد من المجوس، منهم الصحابي المغيرة بن شعبة. فقال: يا أمير المؤمنين، إني أستأذنك في عبد عندي، هو مجوسي اسمه فيروز ويكنى بأبو لؤلؤ المجوسي. هذا الرجل حرفي وحداد ونجار ويصلح الرحى، وإني لا أستغنى عنه، فاستأذنك يا أمير المؤمنين أن يبقى عندي. فأذن له عمر بالبقاء. ثم اشتغل أبو لؤلؤ المجوسي عند المغيرة بن شعبة، فقال له المغيرة: بما أنك تتكسب مالا كثيرا فأعطني خراجا مما تتكسب. فغضب المجوسي وذهب يشتكي إلى عمر، فنادى عمر على المغيرة وحكم بينهم بأن يعطي أبو لؤلؤ للمغيرة جزء بسيط من ربحه. فغضب أبو لؤلؤ من عمر وتوعده في نفسه بالقتل، وظل أبو لؤلؤ يقول أن عمر لم يحكم بالعدل.
ثم مر عمر ذات يوم فقال له: سمعت إنك تصنع الرحى فلا يصنع مثلها أحد. فقال: نعم. فقال له عمر: اصنع لي رحى مثلها. فقال أبو لؤلؤة: يا أمير المؤمنين، سأصنع لك رحى تتحدث عنها العرب كلها. فقال عمر: إني فهمت ماذا يريد. فقال الصحابة رضوان الله عليهم لعمر: وماذا يريد يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنه يريد قتلي. فقالوا: نقتله يا أمير المؤمنين. فقال عمر: والله لا يقتل ولا تقتل نفسا ظنا إنها تقتل عمر. وظل الأمر إلى أن جاء يوم 23 ذي الحجة، وتقدم عمر لصلاة الفجر إماما، وكان خلفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن العباس وجمع من الصحابة. وما إن سجد عمر على الأرض فجاء أبو لؤلؤ المجوسي من خلف المصلين وأخرج خنجره المسموم، وطعن عمر 6 طعنات في جنبه وكتفه وعلى بطنه وفي صدره. يقول ابن العباس: فلما طعن أمير المؤمنين تأخر في السجود، وبدأ المصليين من خلفه يقولون سبحان الله، ظنا أن عمر قد نسى. فرفعت رأسي فوجدت عمر غارقا في دمه فصرخت. وكان أبو لؤلؤة كلما أراد أحدا من المصليين أن يمسك به يطعنه، فطعن مع عمر 13 من الصحابة، توفى منهم 9 في ذلك اليوم. ثم قام عمر والتف إلى الناس، وأخذ بثوب عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس خوفا أن تترك الصلاة وينشغلوا به. وبعد الصلاة أمسك المصليين بأبو لؤلؤة المجوسي، وبعد أن تمكنوا منه وأيقن أنه لن يفلت منهم طعن نفسه بالخنجر ومات. ثم حملوا عمر رضي الله عنه والدم ينزف منه وأدخلوه إلى البيت، وأحضروا له قطحا من اللبن فشربه عمر، فخرج اللبن من بطنه واختلط بالدم. ثم دخل عليه الصحابة فقال: يا ابن عباس، من طعنني؟ لا تقل لي إنه أحد من المسلمين. فقال ابن عباس: الذي طعنك هو رجل مجوسي يقال له أبو لؤلؤة المجوسي. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل سجد لله سجدة. ثم قال عمر لابنه عبد الله بن عمر: قم واذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها واقرئها مني السلام، وقل لها يبلغك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، قل عمر فقط، فإني مودع الدنيا ولست أمير المؤمنين. وقل لها عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر إلى السيدة عائشة وقال لها: إن أبي يحتضر وإنه يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، أو تأذنين له؟ فبكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: والله إني جعلت هذا القبر لي، وما كنت أظن أنني سأجعله لغيري، لكن ما دام أمير المؤمنين أراده أخبره بأنني قد وافقت. وعندما وصل عبد الله إلى أمير المؤمنين فقال: أبشر يا أبي، فقد وافقت السيدة عائشة أن تدفن مع صاحبيك. فقال: يا عبد الله، إياك أن تشتري لي كفنا غاليا، فإن كان الله قد رضى عني فإنه سيلبسني خيرا منه، وإنه إن كان غضب علي سينتزعه مني. يا عبد الله، إذا مت فاذهب إلى عائشة مرة أخرى لعلها استحت مني وأنا حي، وقل لها: أتأذنين لعمر أن يدفن مع صاحبيه؟ ثم جمع عمر 6 من الصحابة حتى يستخلفه أحد منهم في الحكم من بعده، واستبعد منهم ابنه عبد الله حتى لا تكون الخلافة بالميراث. وتقدم من الصحابة 6 هم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. فأحس عمر بالحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال: لا أتحمل أمرهم حيا أو ميتا، وإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم التف إلى الناس وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم إنه قد مات رسولك وهو راض عني، ومات خليفته وهو راض عني، اللهم ارض عن عمر، ويل لعمر إن لم يرحمه ربه. ثم خرجت أنفاسه الأخيرة، ودفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع رسول الله وأبي بكر في غرفة السيدة عائشة. وبعد 3 ليالي بويع سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين خلفا لعمر بن الخطاب. هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أن يكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.